تفتكروا ليه المسيح أول ما دخل الهيكل طرد الباعة؟ المشكلة في الذبايح؟ أكيد لأ، المشكلة كانت في فكرة تقدمة الذبايح نفسها، اختيارهم للذبايح عمي وعرج، من الآخر بيقدموا ذبايح معيوبة. والله مش عايز الذبايح مننا كده، الله عايز الذبايح متقدمة بحب. الخوف إننا نكون بنقدم بواقي زي اليهود بالظبط، بواقي وقت، طلب استهتار، بواقي فلوس وهكذا. ربنا عايزنا نكون بنقدم أحسن حاجة عندنا، زي كمان ما اليهود كانوا بيعملوا، إنهم كانوا محولين بيت ربنا، بيت الصلاة، لساحة من التجارة الفاسدة. الخوف إن إحنا كمان نبقى بنعمل كده، بس مش تجارة بمعنى الكلمة، نكون فاتحين بيت ربنا، بيت الصلاة، لساحة من الصراع والأحزاب والإدانة والنميمة، لأن النفس المزيفة ليس لها إمكانية الخلاص. بس الأصعب من كده هو التظاهر بحاجات مش موجودة فينا، حاجات غلط إحنا مصممين نكمل فيها، بالظبط زي شجرة التين. عارفين المسيح لعن شجرة التين ليه؟ عشان كانت مورقة جدا وشكلها الظاهري حلو قوي، بس من جواها ما كانش فيها ثمر. مهم ان احنا ما نكونش زي شجرة التين، زي ما الكتاب بيقول من ثمارهم تعرفونهم، متى 7:16. اسأل نفسك، هل فعلا في ثمار، أعمال صالحة، فضائل، تواجد مع الناس اللي بتحبها، ولا بس شكلنا الظاهر موجودين في الخدمة وفي الكنيسة طول الوقت، واللي باين ان احنا حلوين ومنورين؟ محتاجين زي ما الكتاب بيقول اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، متى 3:8. اسأل نفسك، انت ورقة ولا ثمار؟